السلام عليكم. أهلا بكم. مرض الكبد. التهاب الكبد هو مرض خطير وقد يؤدي للوفاة. يمكن علاجه والشفاء منه، ولكن فترة العلاج دوما طويلة وقد تدوم شهر أو أكثر. في حال كانت الإصابة الكبدية ناتجة عن تشحم الكبد أو الكبد الشحمي، فالحل بوضع الطير في قفص كبير ومنع الحبوب الزيتية عنه والبيض. التهاب الكبد أو ضخامة الكبد لها 4 أسباب رئيسية: سبب غذائي أو ميسم بالكبد الدهني، حيث ينجم عن زيادة الوارد الغذائي من الزيوت والدهون لفترات طويلة أو صغر حجم القفص، مما يؤدي بداية للتشحيم، وفي مرحلة تالية لتشحم الكبد، وهي مرحلة قابلة للشفاء، وباستمرار تقديم العامل المسبب يصاب الكبد بالتشمع، وهي حالة غير قابلة للشفاء. ويتميز هذا النوع يسير ببطء. أسباب دوائية: أوسامه نتيجة تناول دواء مؤذي للكبد لعدة مرات، أو نتيجة تناول دواء يستقلب بالكبد بجرعة عالية لأكثر من مرة، أو نتيجة تناول مواد سامة أو معادن ثقيلة. أصابة فيروسية، أصابة جرثومية، ومنها الكوكسيديا والتريكوموناس اللذان قد يصيبان الكبد. في الأسباب الثلاثة الأولى، والتي تشكل أكثر من 90% من الحالات، تعتبر المضادات أدوية الالتهاب مضادة استطباب ممنوعة، ولا يفيد المضاد إلا في النوع الأخير وحسب العامل المسبب. ويجدر بنا هنا تمييز نوعين من الإصابة الكبدية: تشحم الكبد وهي قابلة للعلاج والشفاء، تشمع الكبد وهي حالة غير قابلة للشفاء ويبدو فيها الكبد بلون أصفر شمعي. دمتم في أمان الله.